اليوم رح شارك معكم وصفة الأبلمة. في ناس بيسموها كوسة بلبن، وفي ناس بيسموها شيخ المحشي. أنا بسميها الأبلمة وبعد شوي بقولكن ليش. بهاي الوصفة لازم يكون حجم الكوساية كثير صغير. أنا المتوفر عندي هذا الحجم، ما لقيت أصغر من هيك، ما عم لاقي أصغر من هيك. بتجي صغيرة بس بتجي طويلة شوي، لا لازم تكون لسه أصغر من هيك إذا توفر عندكن. وأهم شي لما نحفر الكوسة ما نرققها، يعني ما لازم تكون رقيقة مثل الكوسة محشي، لا هاي بدها تكون سميكة شوي. أول شي لحتى ما تاخد كمية لحمة كثير أثناء الحشي، وثاني شي لحتى ما تتكسر أثناء القلي وأثناء الطبخ باللبن. هيك بدها تكون حفرتها، مش أكثر من هيك، لازم تكون سميكة وهيك أسرع لكم بالشغل. هون حطيت ملعقة سمن، وللأسف هالأكلة بدها صنوبر، بس استخدمت 50 غرام، ما لازم نكثر. إذا مش متوفر عندك بتستخدمي اللوز المقشور والمكسر، بعد شوي فرجيكي على عينة منهم. هون عندي نصف كيلو لحمة، يفضل تكون مدهنة، بتعطي دسامة وطيابة أكثر للأكلة. ضفت لهم بعد ما نشفت اللحمة منيح من المي، ضفت لهم ملعقة سمنة وسط، يعني هون لأن السمنة سايحة حطيت ملعقتين. وبهارات، رشة قرفة، رشة فلفل أسود، رشة 7 بهارات، والملح. ما لازم نكثر بهار. بس بدي قلبهم لحتى تستوي اللحمة، وبعدين رح أضيفلن بصلة صغيرة مقطعة ناعمة. هاي الأكلة ما بينضاف لها بصل، الأساس تبعها ما بينضاف له بصل، بس نحن هون بالبيت بنحب اللحمة مع البصل، بنحس إنه البصل تعطي زكاوي أطيب للحمة وتروح زنخة اللحمة. فيعني هي مش مكون أساسي، بس فيكي تضيفيها. حتى كمان إذا كانت كمية اللحمة عندك قليلة، فالبصل بيساعد إنه يكثر لك كمية الحشوة لحتى تكفي لعدد الكوسيات اللي رح تحشيهم. هاي اللوز اللي كنت عم بحكيكن عنه لوز مكسر ومحمص، هي بشتري جاهز، ففيك انتي تعمليه على ايدك وتستخدميه، او تستخدمي اي نوع تاني من المكسرات. وكمية المكسرات ما لازم تكون كثيرة بهاي الوصفة، يعني شي انه يكون مبين بين اللحمة، شي بسيط. بعد ما استوت اللحمة والبصل طفيت النار، ورح ضيف الصنوبر المحمص. أكيد هيك بحركهم مع بعضهم، وبعدين بصبهم بوعاء واسع شوي لحتى تبرد اللحمة وأقدر أحشيها. بعد ما بردت اللحمة بلشت بالحشي. طبعا بما أنه الكوسة صغيرة بتعذب شوي بالحشي، بس لأنه مش محفورة كتير فما بتاخد وقت لحتى تخلصيهم. أثناء الحشي بحاول أكبس اللحمة منيح وأضغطها لجوا لحتى أثناء القلي ما تطلع الحشوة من حبات الكوسة. وأهم شي قبل القلي نمسحها من برا بمحرمة لحتى ما يكون في أثار من الحشوة على حبة الكوسة من برا. بحط الزيت، لاحظوا إنه ما حطيت كمية زيت كبيرة، ما بدي الزيت يغمر الكوسة. وبوزع كمية الكوسة حسب حجم مقل الزيت عندي. وحرارة الزيت لازم تكون 170، مش أقل من هيك. يعني شي إنه إذا حطيتي فتي مثلا من أي شي من حبة الكوسة أو من حفرة الكوسة فورا تطلع لفوق. بوزع الكوسة وفورا ببلش بقلب بملقط وعلى الهدى، لأنه ما بدي إياهم يحترقوا، بدي إياهم ياخدوا لون أشقر أو ذهبي حلو. وبتكون هاي المرحلة جاهزة عندي. لازم نكون حذرين بهاي المرحلة. طيب ليش بسميها أبلمة؟ في عنا 3 أكلات. في أكلة كوسة بلبن بنكون حشينا لحمة ورز وطبخينا باللبن. في أكلة شيخ المحشي واللي هي الباذنجان المقلي ومحشي لحمي ومطبوخ بصوص البندورة، أو الكوسة المحشي لحمي ومقلي ومطبوخ بصوص البندورة. وفي هاي الأكلة الأبلمة اللي بنحشي الكوسة باللحمة والصنوبر وبنقليها ونطبخها باللبن. فهيك بنقدر نفرق بين ال3 وصفات. هون لاحظوا بعد ما قليت الكوسة أخذت لون ذهبي حلو، ما خليتها تحترق، وشلتها على جنب. هون عم حضر للمي اللي رح سقط فيها الكوسة. مي مغلية، ضفت لها شوية ملح. لاحظوا صفيت الكوسة بنصفاي، هيك بتحافظي على الكوسة لحتى ما تتكسر، وبكون أسهل عليكي شيلن. حطيتهم بالنصفاي وغمرتهم بالمي وغطيتهم ل5 دقايق لحتى استوت حبة الكوسة شوي، ولحتى طلعت كل كمية الزيت اللي شربتها الكوسة أثناء القلي. فهيك مرحلة سهلة وسريعة، وما بضلك ساعة عم بتحطي كوسة وساعة عم بتشيلي كوسة، لا بتشيلي النصفاي بتحطيها. لاحظوا الزوم كيف صار. بهالأثناء رح حضر لصوص اللبن. عندي كيلو لبن،
هون عم بستخدم لبن تركي بيجي حامض وجامد، اللي بأوروبا بيعرفوه. أضبط لبن لوصفات اللبن وطبخات اللبن كلها. عم بعمله بالمصفاي، بالعادي بعمله بالخلاط، بس لأنه كان يوم أحد فما بقدر طلع أصوات لحتى الجيران ما يجيبولي البوليس، فاضطريت صفي اللبن على المصفاي لحتى ينعم معي اللبن. وهوني عندي كريمة طبخ، نص علبة عندي، كانت موجودة عندي بالبراد. ضفتها. إذا مش متوفرة عندك مش ضروري تضيفيها. وعندي ملعقتين وسط نشا لكيلو اللبن، ملعقتين وسط. بدي ضفلن كوب حليب وملعقة صغيرة ملح، وبدي ذوبهم مع بعضهم منيح منيح، وبدي ضيفهم للبن اللي صفيته مع الكريمة، وبدي حركهم منيح، وبعدين بدي اطبخهم على النار. طبعا لو حطيتهم كلهم بالخلاط كان اسهل لي واوفر جلي واسرع وقت. بتحطي اللبن، بتحطي ملعقتين النشا، بتحطي كوب الحليب، بتحطي الملح، بتخفقيهم على الخلاط، وبتحطيهم بالطنجرة وبتطبخيهم. بينما انا اضطريت اعمل هيك لانه ما قدرت استخدم الخلاط. بحركهم منيح مع بعضهم لحتى يتجانسوا وحسن صاروا كتلة وحدة، وبعدين بشغل تحتهم. لازم تكون النار قوية على فكرة. اللي بقولكن خففوا النار أثناء طبخ اللبن بيكون عم يضحك عليكن. اللبن أثناء الطبخ بده نار قوية، بس بنفس الوقت بده تحريك سريع وبده انتباه. نضلني حركهم باتجاه واحد ومستمر لحتى يغلي اللبن، وشوفوا النتيجة شي بجنن. بهالأثناء رح سقط الكوسة اللي شلتها من حمام المي، ورح خليها تغلي مع اللبن، مع صوص اللبن، حوالي 5 ل7 دقايق. 5 دقايق بكفي، بس شي انه الكوسة تشرب اللبن وتتعشق النكهات مع بعضها. يعني ما بدنا الكوسة تفرط او تفقع بقلب صوص اللبن، فكمان رح لازم نكون حذرين بهالمرحلة. يعني بخلي النار هون خفيفة لانه هون ما في تحريك. هالأثناء رح أحضر الرز. حطيت زيت، شوية زيت وشوية سمنة. دائما حطوا زيت مع الرز لأنه بيخلي الرز مفلفل وما بيعجن. حطيت كباية شعرية، بدي حمصهم لحتى أحصل على اللون الذهبي الحلو. وعندي كبايتين رز كنت مغسلتهم منيح من النشا. أنا ما بنقع الرز للرز المفلفل، بغسله منيح من النشا أكثر من مرة، وبعدين بصفيه، بس تصفى ميته بصفيه وبقلبه مع الشعرية لحتى أحس إنه الرز أثناء التحريك كبشل مع الشعرية وصار قطعة وحدة وثقل. ساعتها بتكون نشف ميته فبضيف له مي. بما إني ضفت كوبين رز رح ضيف 4 أكواب مي للرز، وبما إني ضفت كوب شعرية رح ضيف له نصف كوب مي. يعني ضفت 4 أكواب ونصف من المي لكوبين رز وكوب شعرية. وضفت لهم ملعقة صغيرة بهارات ماجي، حركة اختيارية. الماجي أبدا مش صحي ولازم استغني عنه، ما عاد استخدمه بطبخاتي بعترف، بس عندي إدمان عليه وعم حاول معي إني خفف. الماجي مالح، فكمان رح لازم ننتبه لهي الشغلة. حطيت ملح، ذقت ميتهم، ضبطت ملحهم، بس غلت المي خففت عليهم لحتى نشفت المي واستوت حبة الرز. وهيك جهزت وصفتنا لليوم. يعني من أطيب الوصفات. هون عم بسكب. طريقة السكب حرية اختيارية. صبيت صحن رز، طبيته طب لحتى يعطي شكل حلو، ووزعت الكوسيات، زينت بكم حبة صنوبر. هدول شلتهم قبل ما احط الحشوة، بس ما شفتوا انتو ورا الكواليس، شلتهم من اللي حمصتهم. يعني هيك شي ملعقة كبيرة بس ليعطوا شكل حلو للصحن. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، والمنظر والصورة لحالهم عم بيحكوا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. أعطوني رأيكم بالتعليقات. لا تنسوني من اللايك، لا تنسوني من الدعم. الفيديوهات عم نزلها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الناس اللي عم تحضر الفيديو على الفيسبوك ما عادت تروح على اليوتيوب تحضرني، فقلت المشاهدات عندي كثير. فبتمنى منكم حتى لو شفتوا فيديوهاتي تروحوا على قناة اليوتيوب لعندي، تشتركوا بقناتي فضلا وليس أمرا، تدعموني، تحضروا الفيديوهات القديمة اللي ما حضرتوها. إنه بصراحة بعد تعب 3 سنين كثير حابة إنه تتفاعل قناة اليوتيوب عندي وتتفاعل صفحة الفيس، لأنه عن جد عم بتعب كثير لحتى أقدم لكم الوصفات. فبدي منكم تتعبوا معي شوي. وبكل الأحوال بتشكركم من كل قلبي، وممتني لكل حدا فيكن دعمني من بداية مشواري لهلق. وبدي وقفتكن جنبي لحتى أوصل لأكبر عدد من الناس. استنوني بوصفات جديدة، ولا تنسوا إني بحبكن كثير. باي باي.